بيبدأ فيلمنا في سنة 1995، متسلق جبال بيختفي في جبال أوريجون، وساعتها بدأت إشاعات تنتشر بين الناس عن فيروس غامض بينتقل من الحيوانات وسموه حمى التلال، لكن السكان الأصليين كان عندهم اسم تاني ليه، وجه الذئب. في يوم من الأيام جرايدي وابنه بليك خرجوا يصطادوا في الغابة. بليك كان بيتشتت بسرعة بسبب حاجات زي الفطر والعصافير، فجرايدي زعق له وقال له إن التركيز مهم علشان يقدر يعيش في البرية. وفجأة بليك لمح حاجة وجرايدي أكد له إنها غزالة. لما جرايدي لف علشان يصوب عليها، الغزالة جريت واختفت، ولما رجع يبص وراه ملقاش ابنه. بليك كان لاقي مكان كويس يستخبى فيه ويستنى الغزالة، لكن بدلها شاف كائن غريب ظهر واختفى بسرعة. وهو بيحاول يشوفه تاني سمع صوت زمجرة بتقرب، بدأ يرجع لورا مرعوب، وفجأة حد فزعه، لكن طالع جرايدي وزعق له لأنه ما سمعش الكلام. وفجأة سمعوا صوت حركة في الأشجار، وجرايدي حس بخطر فجرى مع بليك واستخبوا في كوخ الصيد. جهز السلاح لأن في كائن غريب بيطلع السلم ناحيتهم وبيحاول يكسر الباب، ولما ما قدرش لف حوالين الكوخ علشان يدخل من الناحية التانية. في اللحظة دي ظهر حيوان قريب، فالكائن نط عليه وهاجمه. جرايدي بص من فتحة في الكوخ ولقى غزالة متقطعة على الأرض، ولما شاف الكائن على بعد حاول يضربه بالنار، بس الكائن جري بسرعة. وكل اللي اتسمع بعد كده هو صوته بيعوي في الغابة. بليك سأل أبوه ده كان إيه، وجرايدي رد عليه يمكن دب، لكن الحقيقة إنه بعد كده كلم صاحبه دان وقال له إنه شاف الذئب، واتضح إنه بقاله فترة بيبحث عن الكائن ده وبيسجل ملاحظات عنه. دان مش شايف فايدة من مطاردة حاجة بالشكل ده، لكن جرايدي بيصر إن الموضوع علشان يحمي ولاده. بليك كان سامع المكالمة وهو بيبص على وشم غريب على دراع أبوه. بعد 30 سنة بليك بيكون اتجوز من شارلوت وعندهم بنت اسمها جينجر. في يوم بيوصل له جواب ضروري فيه مفاتيح، وبيعرف إن الولاية أعلنت رسمياً إن أبوه ميت بعد سنين من اختفائه. بليك كان متوقع ده، لكن الصدمة فضلت موجودة، وصرح إنه كان نفسه يقضي وقت أكتر مع أبوه، خصوصاً إنه سابه أول ما كبر شوية. تاني يوم راح شاف شارلوت في شغلها وقال لها إنه حاسس إنهم بقوا بعيد عن بعض والجواز بقى بارد، والجواب خلاه يفكر إنه محتاج يقضي وقت أكتر مع عيلته. فاقترح عليهم يسافروا أوريجون الصيف ده علشان يلموا حاجات أبوه ويقضوا إجازة هناك. وهما في السكة الطريق اتقسم لطريقين، وبليك وقف يحاول يشوف الخريطة على الموبايل لكن مفيش شبكة. في اللحظة دي جينجر لمحت راجل جوه كوخ الصيد وقالت لمامتها وباباها. الراجل كان مسلح وبيقرب، واتضح إنه ديريك ابن دان وصاحب بليك من زمان. ديريك قال لهم إن المكان بقى فاضي تقريبا والطريق اللي بيوصل للمزرعة مقفول، فقرر ياخدهم بنفسه. بس في نص الطريق فجأة ظهر الكائن في الشارع، وده أكد إنه مش دب، ده كان ذئب. بليك حاول يلف بالعربية علشان يتفاداه، لكن دخلوا في حفرة والعربية اتحشرت في شجرة. لحسن الحظ بليك فاق بسرعة واطمن على مراته وبنته اللي طلعوا بخير. ديريك حاول يهرب وفتح باب العربية، لكنه اتكعبل ووقع على الأرض لأن العربية كانت مقلوبة على جنب. بليك قال لعيلته يطلعوا بالراحة من الشباك، لكن في اللحظة دي سمعوا صوت زمجرة وبصوا في المراية ولقوا الديب بيقرب منهم. بليك جري بسرعة علشان يقفل الباب وهو بيبص على ديريك اللي واقع وبيئن من التعب. فجأة الديب كسر الإزاز وقطع إيد بليك بشظايا الإزاز، وبعدها نط على ديريك وكمل عليه وسحب جثته بعيد. بليك ومراته وبنته استغلوا الفرصة ونطوا من العربية وبيجروا على بيت جرايدي، وأول ما وصلوا لقوا الديب وراهم بيجري. بدأوا يجروا بأقصى سرعة لحد ما وصلوا للبيت، قفلوا الباب بسرعة والديب بدأ يخبط عليه بعنف، وبليك ماسكه بإيده علشان ما يفتحش. وبعد دقايق من الخبط اللي موقفش الديب زهق ومشي. بليك نزل للأبو وولع المولد علشان ينور البيت والمزرعة، وجينجر قالت إنها عايزة تمشي، لكن بليك قال لها إن الخروج بالليل خطر ولازم يستنوا للصبح. بلغ مراته إنه آسف علشان معرفش يحمي بنتهم، وبيشاركها لحظة صادقة بيحاول فيها يصلح اللي حصل. شارلوت تسأله عن الكائن الغريب اللي شافوه في الطريق، فبيقولها إنه كان شبه حيوان ماشي على رجليه الاتنين زي البني آدمين. بعد كده يزق الدولاب علشان يسد الباب كويس، وبياخد الراديو القديم بتاع أبوه يحاول يستنجد بحد بس مفيش رد. فجأة يشم ريحة غريبة ويمشي وراها لحد ما يدخل أوضة التانية ويتفاجئ بلحمة كتير ومجففة. بيجرب ياكل منها لكن فكه بيبدأ يوجعه وبيفكر إنه خبط وشه في الحادثة. بعد لحظات سنة من سنانه بتقع وشارلوت بتقلق وبتخليه يقعد علشان تبص عليه. بتلاقي جرح غويط في دراعه وبتبدأ تنظفه وتربطه، لكنها تلاحظ إن الإصابة مش شكله زي إصابة الإزاز. بعدين بليك يحاول يثبت الخشب على الأرض قدام الباب علشان يأمنه أكتر،
لكن إيده بترتعش ومبيعرفش يمسك الشاكوش كويس وبيغلط ويضرب صوابعه، وهو مبلول من العرق جامد. يروح المطبخ يشرب مية، لكنه يسمع صوت خبط جاي من فوق. بيطلع بالدور التاني وبشاكوشه في إيده ويمشي ورا الصوت لحد ما يوصل أوضة معينة. يلاقي الصوت جاي من جوه الدولاب، ولما يفتحه يلاقي عنكبوت، بس الغريب إنه هو اللي كان بيعمل الصوت. فجأة يحس بدوخة واختناق شوية، ولما يفوق ينزل يطمئن على مراته وبنته اللي قاعدين على الكنبة، لكن يبدأ يسمع خطوات جاية وبتقرب منه، وكمان أصوات زمجرة. بيقرب من الشباك ويشم الهوا كأنه بيحاول يمشي ورا الريحة، وواحد بيعدي بره. شارلوت بتلاحظ سلوكه الغريب، ولما يقرب من الباب الديب يمد إيده من فتحة باب الحيوانات ويمسك رجله علشان يسحبه. شارلوت تمسك الشاكوش وتضرب إيده لحد ما يسيبه. بليك بيصرخ من كتر الوجع، وبعدها بيغمى عليه. بعد شوية بيصحى وهو على الكنبة وبيبدأ يدور على عيلته، لكن كل اللي بيسمعه صوت غريب ومشوش. يترصد الصوت لحد ما بينزل الأبو، وهناك بيلاقي جينجر نايمة وشارلوت لسه بتحاول تستنجد بالراديو، ولما المحاولة تفشل تاني بتحدف المايك من العصبية. في اللحظة دي بتسمع صوت تنفس بليك، ولما بتلف بتشوفه واقف في الضلمة بيحاول يتكلم وهو بيقرب منها، لكن مفيش غير تمتمة طالعة منه، وهي بتحاول تطمنه وبتقوله إنها قلقانة عليه ومش عارفة تعمل إيه. بليك بيتبول على نفسه فبتاخده بسرعة فوق، وهو نايم بيكتشف إن شعره بيقع. شارلوت بتجيب ورقة وقلم علشان تشوف لو يقدر يكتب اللي حاسس بيه. بليك بياخد القلم وبعد معاناة بيكتب بصعوبة كلمة بموت. شارلوت بتحاول تهديه وبتقوله إنه بس تعبان وهيرجع كويس، وهي بتتكلم بكلام كله حب وحنان. بليك بيبصلها بس من غير ما يرد، لأنه بقى مش سامع حاجة ورؤيته بقت مشوشة بلون أزرق خفيف. بيحاول يقول لها هو حاسس بإيه، لكنها مش فاهماه. ولما بيقرب من جينجر بيلاحظ دم على إيده، وشارلوت بتطلب من جينجر تروح أوضة التانية. بعدين بترفع كم القميص وبتشيل الشاش، وبتتصدم لما تلاقي دراعه حالته مزرية. في اللحظة دي بليك بيبدأ يصفر ويصرخ ويجري منها، ويبدأ يخربش في دراعه بجنون على الحيطة بعيونها المليانة رعب. شارلوت بتشوف بليك وهو بيبدأ ياكل في جرحه، وكل ما بيعض سنانه بتقع واحدة ورا التانية. فجأة بيوقف ويبصلها بنظرة مرعبة كده كأنه مش هو، وبعدين يبعد عنها ويمشي. شارلوت بتحاول تمشي وراه، بس لما بتلاقي إنه مش قادر يتكلم ولا يتفاهم بتسيبه لحاله. تبص من الشباك تاني تلاقي عربية جرايدي القديمة واقفة بره، فتجري بسرعة تدور على المفتاح والبطارية وتاخد سكينة من المطبخ تلم عيلتها وتسحبهم على العربية. وبصعوبة بتحاول تخلي بليك يركب في الكنبة ورا لأنه بالكاد قادر يتحرك، وهي بتساعد جينجر. بيسمعوا عواق تاني في المكان. شارلوت بتجري ناحية قدام العربية علشان توصل البطارية بالموتور، وجينجر قاعدة تراقب بقلق وهي شايفة أبوها بيتحول قدام عينيها لذئب. بعدها شارلوت تقعد ورا عجلة القيادة وتحاول تشغل العربية، بس المحرك مش بيرضى يشتغل. لكن بعد كذا محاولة العربية تشتغل في الآخر. تشيل البطارية بسرعة وتروح على السواقة، لكن قبل ما يتحركوا الذئب بيظهر فجأة فوق العربية يكسر الإزاز ويفرم عصاية النقل. فشارلوت ترفع السكينة وتهاجم الذئب، تشتته شوية علشان يلحقوا يخرجوا من العربية ويفلتوا بسرعة. الذئب بيجري وراهم لكنهم يوصلوا لسطح الصوبة، وبليك يشيل السلم علشان الذئب ميطلعش وراهم، بس الذئب مش ناوي يسيبهم ويقف يستناهم. الغطا مش بيستحمل وزن التلاتة، والدبابيس بتفك واحدة واحدة، وفي نفس الوقت الذئب يفضل ينط ويخرم السقف بكفه. جينجر وهي مرعوبة بتحاول توصل لمامتها، لكن رجلها اتزحلق وتقع في فتحة من اللي اتخرمت. وأول ما جينجر وقعت أبوها وأمها يلحقوها في آخر لحظة ويشدوها قبل ما الذئب يوصل لها ويأذيها. بليك يطلع صوت غريب كده شبه الزئير ويشاور على البيت كأنه بيقولهم يرجعوا بسرعة، وفجأة ينط من فوق الصوبة ويجري ناحية الغابة، والذئب يسيبهم ويروح وراه. شارلوت وجينجر يجروا بسرعة راجعين للبيت، وصوت العياط والزئير لسه مالي المكان. جينجر بتصرخ في أمها إزاي تسيبيه، ده بابا. فشارلوت بترد وهي بتحاول تهديها هو عمل كده علشان يحميكي. وفجأة يسمعوا زئير تاني من بره. شارلوت تتبص من الشباك وتتأكد إنه بليك، وبعدها تفتح الباب بسرعة. بليك يدخل ويقع على الأرض في أوضة الجلوس، جسمه لسه بيتحول لحاجة مرعبة ومش طبيعية. جينجر تقرب منه وفي الأول تتفاجئ من صوته المخيف، بس ترجع تاني وتحاول تطبطب عليه وتلمس جبينه وتقوله أنا بحبك يا بابا. بس بليك مش قادر يفهمها، نظره بقى مشوش أكتر وكل حاجة قدامه باينة بلون أزرق غريب. وفجأة بليك بينحني ويفضل يرجع دم كتير،
وفي نفس اللحظة ضوافره بتقع من صوابعه. جينجر تصرخ من الرعب وشارلوت تسحبها بعيد وهو مرعوب لما يلاقي صباع بني آدم وسط الترجيع. يزقر ويقفز فوق الترابيزة ناحية عيلته وبيزمجر في وش شارلوت، بس هي ما تهزتش، ونظرة واحدة في عينيها كانت كفاية تهدي بليك. يحاول يخرج من البيت، لكن أول ما يفتح الباب الذئب يهجم عليه ويوقعه على الأرض. يتصارعوا والوحش يعض بليك ويبدأ يضرب فيه بشراسة. بعد شوية خبط الذئب يرمي بليك في الحيطان وعلى العفش. شارلوت تجري عليه وتغرزه بالسكينة في ظهره، فيقوم يسيب بليك ويجري وراها هي وبنتها. وهنا بيبان إن الوحش ناقصه صباع، وده نفس الصباع اللي بليك رجعه من شوية. شارلوت تستخبى مع جينجر في أوضة، وبليك يقف قدام الذئب تاني علشان يمنعه ويوجهه للقتال. يحصل ضرب وعض أكتر لحد ما بليك يتضرب جامد ويتكعبل على الأرض. الذئب يبدأ يسحب جثة بليك في الطرقة، بس شارلوت تمسك سيخ المدفأة وتضربه بيه في ظهره علشان تبعده عن الأوضة اللي فيها جينجر. تلحق تضربه كمان في وشه، بس هو يتفادى الضربة التالتة. فجأة بليك يرجع ويهجم على الوحش ويوقعه بالأرض ويعضه في رقبته عضة عميقة تنهيه تماما. أخيرا كل شيء انتهى. بليك يبص كويس على الكائن ده ولاحظ التاتو على دراعه، وبيكتشف إن ده والده جرايدي اللي اتحول لذئب لما اختفى من سنين، واللي مرر اللعنة لابنه. مغمور بمشاعر صعبة، بليك بيجري بره وبيوقع وهو بيكمل تحوله. أظافره اتحولت لمخالب، وجسمه بدأ ينبت عليه شعر أكتر، واسنانه بقت ناب حادة. بعد ما اتحسنت رؤيته بليك فهم إن الأصوات اللي كان بيسمعها جاية من حواسه الجديدة. دلوقتي بليك بقى ذئب كامل وبيطلع زئير عالي. في البيت شارلوت كانت بتحاول تهدي جينجر، وفجأة النور يقطع. تبص من الشباك وتتفاجئ لما تشوف جوزها متحول بالكامل قبل ما يندفع ناحيتهم ويدخل البيت. شارلوت تمسك السكينة احتياطي وتتبع الأصوات، لكن تلف تلاقي بليك واقف ورا جينجر، ولما يحاول يقرب تقوم شارلوت وتجرحه في دراعه فياخد السكينة منها. بعدها هي وجينجر يهربوا بسرعة ويستخبوا في الحظيرة، وبعد لحظات بليك يجي عند الباب ويكسر الخشب ويحاول يحفر تحته علشان يدخل وراهم. وبما إنه بقى بيشوف في الضلمة يقدر يقرب منهم من غير ما يحسوا، لكن أول ما يخطي خطوة كمان رجله تتحشر في فخ دبابة كانت شارلوت حطاه. الأم والبنت بيصرخوا أول ما ينوروا الكشاف ويجروا يهربوا، وبليك يحاول يجري وراهم بس يكتشف إن الفخ ماسكه ومش قادر يتحرك. شاف إن مفيش حل تاني، قطع رجله عشان يقدر يهرب. بعد كده بليك جرى وراهم في الغابة لحد ما لقوا دراع ديريك والعربية لسه معلقة في شجرة. شارلوت تاخد سلاح ديريك وهي وجينجر يجروا تاني ويستخبوا في منصة الصيد، وبعد لحظات بليك يطلع ويبص عليهم وهو بيزمجر بصوت واطي. جينجر تلاحظ إن أبوها مش عايز يأذيهم، بالعكس هو عايز ينهي كل ده. وأول ما بليك يقرب يدخل شارلوت تتفاجئ وتضرب نار. جينجر وشارلوت يخرجوا من منصة الصيد ويبصوا عليه وهما بيعيطوا، وفي الصبح الاتنين يقفوا سوا بيتفرجوا على الوادي الجميل اللي بليك كان بيحبه من وهو صغير. وهنا بينتهي فيلمنا. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. شكرا لمشاهدتكم، سلام.